اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم يومي وانا عندي معسكر في سنتر. تعالوا نشوفوا عملت ايه. اول حاجه بدات اقرا الورد القران بتاعي، وبعد كده هحضر فطاري. عملت بيض مسلوق ومعاه حبه بريتزل. كنت متاخره قوي فمعرفتش اعمل حاجات كتير يعني. بعد كده بدأت احضر الشنطة بتاعتي اللي هاخدها معايا. حطيت سكتش اكتب فيه عشان انا في المراجعات بحب اكتب ورا المستر، وحطيت البوك بتاعي، وكمان حطيت الايربودز بتاعتي، وحطيت الآلة عشان بستخدمها وحلو في هناك يعني. وهحط القلمة بتاعتي، خدت قلم رصاص وقلم اسود واحمر وجاف. وانا في المراجعات بحب اكتب ورا المستر عشان بيبقى بيقول نوتس زياده عن اللي احنا واخدينها في الشرح وكده. وعايزه اقول لكم ان دي مراجعه بتبقى على الفصل كامل. وبعد كده حطيت بادي سبلاش صغيرنانه كده معايا عشان بحب اشم ريحه حلوه طول ما انا قاعده. وكمان حطيت التابلت بس نسيت اقول لكم. وانا بقى في البريك كده بعد ما عملت حضرت نسكافيه الشنطه بتاعتي بدات اخدت النسكافيه بتاعي، وهاخد معاه بسكوت كده بالشوفان كسناك. بعد كده بدأت احضر لبسي. لبست البلوفر اللبني ده وهعمل له ستايلينج مع الجاكيت البامب ده، هو بيدفي جامد. وكمان لبست تحتيه شميز ابيض، وكمان لبست بالبنطلون الجينز ده، هو وايد ليج كده. بحبه قوي وانا رايحه الدروس خصوصا عشان بيريحني يعني. وهنا كنت بفكر البس عليهم الشال الابيض الفرو ده، بس لقيت الدنيا مش مستاهله يعني، ما كانتش ساقعه قوي فما خدتوش معايا. هنا كنت بختار الطرحه، مش عارفه كنت البس الطرحه الكريب ولا الطرحه القطن، بس اخترت القطن يعني عشان بتريحني اكتر وبتثبت في الوقت الكتير وكده. هنا خلاص لبست وجهزت، وكنت متأخرة جدا ولازم انزل. انا عايزه اقول لكم ان درس كان 4 وانا اساسا صاحيه 2، فلبست وجهزت بسرعه جدا. وهنا كنت في المواصلات خلاص. بعد ما روحت بقى كنت باخد هنا شنطتي من الامن، وهو مكان كبير كده في محطة الترام، فطلعت بقى. بجد مقولكوش المكان كان زحمة ازاي عشان لسه مجمع كل المجاميع مع بعض يعني. هنا كنت بسجل وخلاص دخلت على القاعة. كنت بحاول بقى الاقي مكان قريب من المستر كده عشان اعرف اشوف. بعد ما قعدت بقى بدأت اراجع محاضرة الكيمياء عشان انا ما ذاكرتهاش كويس، فقلت استغل الوقت يعني ان انا اراجع المحاضرة. هنا وزعوا علينا مسترات الحصة، هي كانت ورقتين، ورقة حل أسئلة وورقة مجمع فيها معظم القواعد بتاعة الفصل التاني. وده كود الحصة. كنت بوريكم الحاجات الحلوة اللي جبتها. وهنا المستر خلاص في دخل. مشكله بتحصل في الفصل الثاني خصوصا الناس بتحط تركيزها كله على الجزئيه اللي فيها دينامو ونسيب الجزئيه اللي في الاول، وهو الموضوع ماشي نص بالنص. والذي وهنا بدأت ينص على أكتب ان وراه كل اتجاه حاجة. التيار المستحث يعاكس التغير المسبب له طبقا لقاعده لينز، وقسمناها كم حاله؟ 4 اللي هم دول.
لو عندي مغناطيس وملف ومغناطيس وحلقة وسلك وحلقة ومجال منتظم وحلقة، تعالوا نفتكر واحدة واحدة كده. يبقى احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي تحديد اتجاه التيار المستحث. ماشي يا سيدي، سريعا بقى يا جماعة، عايزين أمثلة ياما وبصورة سريعة في التقريب أخطاء متشابهة. ده قطب إيه؟ شمالي، ويتكون هنا شمالي، يبقى هنا جنوبي. حددنا الأخطاء، نودي إبهامنا مع الشمالي بتاع الملف. أهو شمالي الملف، إبهامي ناحيته، اتجاه ضوافري فين؟ يبقى اتجاه التيار المستحث في لفات الملف لأسفل، ويمشي بالطرف الظاهر لأسفل ويكمل بالشكل ده. لو أنا يا جماعة سميت النقطة دي إيه والنقطة دي بي، مين اللي جهدها أعلى؟ بي طبعا، لأن التيار يسمي من الجهد الأعلى للجهد الأقل. طب تعالوا نطور الحالة دي. خلي بالكم أهم حاجتين الأولى والثالثة، أهم حاجتين الأولى والثالثة متكررين دايما في الامتحانات. لو أنا جبت سلك يمر به التيار وحركت السلك في الاتجاه ده بسرعة معينة، بنعمله إيه بقى؟ هنقسم الحلقة نصين. في نص قريب من السلك ملناش دعوة بيه، دايما هنشتغل على النص البعيد. وفي التقريب اتجاهات متشابهة، في الإبعاد اتجاهات مختلفة. السلك ده بيقرب ولا بيبعد؟ في التقريب اتجاهات، اتجاه التيار هنا فين؟ يبقى في النص البعيد لأعلى. طالما في النص البعيد لأعلى، لو أنا تابعت مع التيار هلاقي اتجاه التيار في الحلقة. الراجل بيقول لك المغناطيس بيتحرك كده وليكن بسرعة v. لو الملف اتحرك في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، ده كده مفيش حركة نسبية. كده هما بيتحركوا في نفس الاتجاه وبنفس السرعة، لا حد هيقرب ولا حد هيبعد. هل هيتولى التيار مستحث؟ يبقى استحالة هنا يتولى التيار مستحث ده. يبقى ايه علاقة جهد ايه بجهد ايه؟ طبعا بيساووا بعض، وكل منهم صفر ومفيش تيار. خدت بالك؟ هنا جاء في الشكل المقابل لحظة تحريك المغناطيس في الاتجاهين واحد وخلصت يومي وخلاص روحت. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. باي باي.